ماشي، الزمالك صعد لنص نهائي الكونفدرالية ما فيهاش مشكلة، والزمالك قدم شوط اول جيد، اكيد متفق معايا. لكن عارف لما تبقى بقالك فترة بتعمل في تورتة حلوة علشان تقدمها للناس، ويجي شخص لزج ساذج مستهتر يحط صباعه في التورتة ويبوظها لك؟ ده بالظبط اللي قرر اتنين من اللعيبه المستهترين زي جزيري وصبحي يعملوه النهارده. 82 دقيقه عدوا والزمالك كسبان 2-0 وتوهو سجل هدف. هل في مشكله؟ مفيش مشكله، الزمالك ممكن يلعب كومباكت ويدافع السبع دقايق الباقيين او الثمان دقايق والماتش يعدي. لكن ازاي في لعيب زي صبحي قرر انه يتعدى على لاعب من الخصم علشان ياخد طرد ويحط الزمالك في مأزق، لان الزمالك انهى كل تبديلاته ويقعد جمهور الزمالك حوالي 10 دقايق في رعب؟ ده تسميه ايه؟ انا عارف انت قلت عليه ايه، سايب لك التعليق. لكن لو رجعت للقصه من بدايتها هتلاقي ان الزمالك كان عنده فرصه اساسا انه يخلص الماتش وما يدخلش في كل المشاكل دي لو كان الجزيري سجل فرصه من الاثنين اللي جوله، اللي لو جم لعيل صغير كان جابهم. معتمد جمال قد لا يلام فنيا لكن يلام اداريا لما تكون شايف لعيبه مستهتره بالشكل ده وتقرر برضو انك تدخلهم في الماتش، بل كمان تلاعب واحد منهم اساسي. دي مشكله كبيره جدا عندك وهتعمل لك مشاكل في الماتشات اللي جايه. اي لعيب مستهتر لازم يبقى بره الفريق. المرحله اللي جايه مش محتاجه اي لعيب بيفكر لا في نفسه ولا لعيب ما عندوش اي نوع من انواع المسؤوليه. اقدر اقول شابوه في الماتش ده واحد من نجوم الماتش عبد الله السعيد، محمد شحاته، وبتزيرة وعدي الدباغ. على الرغم انه بيضيع كتير لكن عدي واحد من اكتر اللعيبه المتحركه وواحد من اكتر اللعيبه اللي بتقدم الدور الدفاعي بشكل مميز. علشان كده دايما هفضل اقولها، انت في احتياج لعدي كل الاوقات. ناصر منسي كان داي اوف وكان باين جدا انه اداؤه مش في المستوى المطلوب، ولكن في النهايه زمالك وشباب بلوزداد في نص نهائي كاس الكونفدراليه، وعلى ما اعتقد ان شاء الله المهمه مش اصعب حاجه، لكن محتاجه رجاله زي ما قلت، محتاجه لعيبه على قد المسؤوليه، وباذن الله الزمالك موجود في نهائي الكونفدراليه.